ماتش كده معين انت تفتكره لعبت فيه كويس او ما تنساهوش او كده؟ المطرية كانت فرقة كويسة جدا. وفيها اتنين كانوا بيلعبوا في المنصورة. خدت بالك؟ في يوم بنلعب وهم بقى على أرضهم. خدت بالك؟ وهم هنا اتعادلوا ورحنا نلعب على أرضهم. الحمد لله غلبناهم 2-0. أنا حطيت الاثنين جونين. جون فراودة وجون بنالتي. دي تقريبا سنة كام يا عم مصباح؟ ما تفتكرش؟ طيب تبقى احسن. دي الماتش اللي تفتكره. طب ما فيش اهلي زمالك كلكم ايامها؟ جبنا الاهلي والزمالك، جبنا الزمالك وكان بيلعب محمد صالح. محمد طنطاوي. محمد صالح. محمد طنطاوي. انت كنت وقتها لاعب ولا مدرب؟ لا كنت مدرب بقى. كنت مدرب؟ حط جول محمد في اليوم ده. حطينا في الاهلي دي كين وجول. محمد صالح اللي جاب. وخد 10 جنيه. وطلعنا كده. وخد 10 جنيه. على الجول 10 جنيه. لكن الزمالك ما جاش ايامها. جبنا الزمالك وجبنا الترسانة وجبنا كل الفرق دي. والاتحاد. احنا بدنا درجة بقى ثانية بقى. كنتوا صعدتوا درجة ثانية؟ لعبنا درجة ثانية. يعني لعبتوا درجة ثانية. الدرجة الأولى ثالثة درجة ثانية. جبنا الزمالك والاهلي والاولمبي والاتحاد. اسالوا على اللي اتباعوا للاهلي وللزمالك اللي خدوه في الاتحاد. كان ظاهر وكانوا اكثرهم بيلعبوا في المنتخب. غلبناهم 1-0. في حد مميز غير يعني غير اللي هو الاستاذ عبد الله عبد السلام ده؟ محمد عبد السلام. الانديه ثانيه؟ حد راح الاهلي، حد راح الزمالك يا حاج. اما جم هنا احنا فاكرين ان كان في ناس راحت الزمالك. في حد راح الاهلي او الزمالك من هنا؟ طب ونادر السيد لما كان مش كان هنا؟ طيب ما احنا بنسال على الناس دي. يعني انت لا انت كنت في وجود نادر السيد ما كنتش مدرس خلاص بقى. لا ما كانش موجود. لكن كان متواجد بحكم هو متواجد لغايه الوقت. لا ده في الايام الاول كده الوقت يعتبر قاعد. لكن هو ما كانش بيبعد عن النادي. هو في مجلس الاداره وفي الجمعيه العموميه يعني للاعضاء المؤسسين. انت دخلت مجلس اداره؟ في الاخر. عضو مجلس اداره. كان رئيس؟ لا كنت امين صندوق بقى. كان رئيس النادي مين؟ كان رئيس النادي حسن فؤاد. في عهد حسن فؤاد. رئيس حسن فؤاد. وبين احمد صابر. كنت انت امين صندوق في الوقت ده؟ امين صندوق. كنت بطلت كوره؟ قعدت بقى. تقريبا سنه كام ده يا عم مصباح؟ دي عيده يا استاذ محمود علي. لكن انت ما تفتكرش حد من الاجيال الحديثه دي اللي انت دربتها؟ يعني كابتن سيد سعيد. ده كابتن سيد سعيد. يعني بقول لعم مصباح صاحب فضل عليه. ايوه ما هو ده كان مجدي عبد البديع وكان الاستاذ سعيد وكان المجموعه دي الفرقه اللي انت كنت بتدربها يا حاج. بديع والكابتن مجدي عثمان الناس دي كلها بيصلوا بالخير يعني. بقول صاحب فضل عليه. الحمد لله. مجدي عثمان ومجدي عبد البديع. عموما احنا مش عايزين نرهقك قوي يا عم مصباح، وبنقول لك الف شكر على اللقاء، وعايزين كلمه منك لجماهير نادي التنس ومحب نادي التنس. اتمنى لهم السعاده واتمنى لهم التوفيق. ربنا يخليك يا عم مصباح. هل انت متابع النتائج يا عم مصباح وحاجات واخبار نادي التنس ولا خلاص بقى؟ مين ده؟ انت لسه متابع اخبار نادي التنس وكده؟ واحده واحده كده. ربنا يديك الصحه يا عم مصباح. عايزين بقى نستعيد لو عندك صور ليك زمان ايام بتلعب كان في تصوير مفيش ولا كان في تصوير يا استاذ محمود. هشوف لك عايزين شويه صور عشان ننزلها على الموقع. هشوف لك واجمعهم بكره كده ولا بعده كده. لا ده انا عايز بكره بالاستاذ احمد عشان انزلهم وهجيبهم لك تاني. هبعتهم مع احمد. ده انا هجيبهم لك تاني يعني انا هنزلهم على الموقع وهجيبهم لك تاني. هشوفهم. ماشي يا عم